احنا في بودكاست دلوقتي. اهلا وسهلا. الاستوديو نور زياده عن اللزوم، يعني عاده شرف. احنا بنبقى ظابطين الاضاءه بشكل معين، نورت زياده. الله يكرمك. حتى هتلاقي في الحلقه وشك ملسوع سنه يا باشا ده شرف. علشان النور اللي انت عامله الله معانا. يكرمك. انت عارف دي حلقه اخويا انت عارف دي حلقه ايه؟ ايه؟ دي حلقه حصاد 2024. استر على عبيدك يا رب. عندنا لستة عن ضيوف مجمل اعمالك. عن مجمل اعمالك انت، مش اعمال السوق. ما عادش حاجه. عندنا لستة ضيوف كبيره جدا، قعدنا نبص عليها ونفكر مين الحلقه اللي هنختم بيها السنه، الله يكرمك. مين الحلقه اللي هنختم بيها السنه. هتقفل دي الحلقه اللي بتقفل. عارف انت اللي هو اسمه ايه الراجل بتاع المسلسل اللي هو كله رايح؟ طبعا عم ضياء. كان عم ضياء اسمه محمد جمعه حبيب قلبي. محمد جمعه. كان حبيب عم قلبي. ضياء. فهي احنا في حد جاله مسج؟ مين معانا في المسجات؟ حد جاله ميل؟ اه فاخترنا ان احنا نستضيفك النهارده. الله طبعا يكرمك. غير ان انت اخويا عم وعشره الدنيا. والعشره عشره ومصايب مصايب يا لهوي، واي مصايب بس كلها الحمد في لله. الخير. كله في الخير. آه. حتى اي حاجه خير مش خير كله بيعدي الحمد لله. الحمد لله. فعايزين نعرف منك اول حاجه، ايوه انت عامل ايه الاول؟ والله انا كويس. انا مش مستوعب ان انا لا. اصل احنا طلعنا قبل كده بودكاست مع بعض، بس كنا كنا قاعدين على بنتكلم المية. سوا. فانا دلوقتي مستضيفك دي ده شرف. والله العظيم. وانبسط اخويا وحبيبي وانبسط له ويكبر ويبقى جامد وكده. اكتر حاجه شايفها في 2024، احنا بنحصد وهنتكلم بقى في الحصاد. ايه اكتر ظاهره استنى اجيب في الناس اللي بتطلع دلوقتي بتعمل علم كده جديد. علم ايوه ايه اللي هو بيحط ورق كبير كده انا ما آه. كنتش فاهمه، وبيقول لك بص ليفربول هيكسب، تشيلسي هيعمل. لا احنا هنتكلم على اللي فات، احنا مش هنسالك في شفت انت التوقعات. الحاجات دي؟ لا هنسالك في اللي فات، وبعد كده نسالك على موضوع العلم اللي انت قلت عليه. ده جامد اسمه، بس مش عارف هقول لك، هندور آه. نجيب اسمه بس. طيب انت انا هقول لك. انت منك بشوفك دايما داخل في كل تفاصيل السوق من جميع الفئات. يعني انت مش كتامر السوق قوي، بشير. انا جوه السوق طبعا، لان انا بنشتغل في حته العربيات بقالنا اهو 20 سنه دلوقتي. الرقم أيوة. بقى مرعب، خلي بالك. طبعا. بس انت لازم تبص على الاسواق كلها. بس انا مهتم بالسوق بتاعنا عشان في الاخر نوصل نعرف ايه اللي هنقدر نوصله للناس اللي بتتفرج علينا. النهارده لو واحد بيتابعك عشان بياخد منك معلومه، عشان انت راجل عندك خبره وليك يعني مشوار في هذا المجال، فلازم تيجي تقول له معلومه في الاخر، ومش تقول له اعمل ايه. عشان انا زهقت من تقول له اعمل ايه دي. لا خلاص بقى، ده في ناس كتير قوي بتقول دلوقتي اعمل ايه ده. لا انا عمري ما قلت اعمل ايه. انا دايما بقول والله انا جربت عربيه. بتجرب عربيه، ما تقعدش تتكلم في ظواهر. مالي بقى ده، مالناش دعوه بالظواهر، مالينا في العربيات. بالظبط كده. بس كده. عشان كده ده ياخدني للسؤال الاول، ايه اكتر ظاهره انت شايفها اثرت على السوق في 2024؟ يعني شايفه ان هي كانت مسيطره على السنه دي، كان في ظاهره ظهرت لك السنه دي؟ السنه دي السوشيال ميديا لعبت دور قوي جدا. انا مبسوط ان في ناس كتير بتتكلم عن العربيات، والكلام عن العربيات مهم قوي، بس اتكلم عن العربيه من وجهه نظرك، من غير ما ممكن انا انساق ان انا عاجبني طريقه احمد، فممكن اخد راي احمد ده انه بقى مصداقيه. بس انا ممكن اسمع راي احمد وراي فلان وراي علان، يعني فاهم قصدي، من غير ما اطلع اقول لك ايه انا بقول لك دي اجمد حاجه في الدنيا. فدي اثرت على السوق، لان في ناس كتير على قرارات الشراء، على قرارات مش شراء بس، على قرارات. خلي بالك، على قرارات اللي هو يجي ايه، احنا نموت في اللي هو ايه ده العربيه الحمراء دي. لا الحمراء ما بتتباعش. ليه؟ مين قال لك انها ما بتتباعش؟ مفيش حاجه ما بتتباعش، كله بيتباع. بس مين قال لك لا هم ما بتتباعش؟ تنزل تيجي تبيع العربيه الحمراء دي، يقول لك ايه ده، دي عربيه. لا اصل الاحمر واقف دلوقتي. مين اللي قال كده؟ قال لك هم بيقولوا كده. طب انت عايز تشتريها؟ اشتريها. طب ما هم قالوا مش هيشتروها كده بقى. فالغربله بتاعت الاراء على السوشيال ميديا دي اكتر حاجه انت من وجهه نظرك شايفها عملت تاثير على تاثير شويه على حركه البيع والشراء. وانا خلي بالك احنا مش من الناس المرتبطه بالبيع. يعني لما تيجي تتكلم، انا عمري مش مطلوب منك ان انت تزود مبيعات. انا عمري ما جت على مدار، انا بشتغل في قطاع السيارات. هذا ايه الجو التقيل ده، القطاع ده قطاع. ايوه ما هو قطاع. في العربيات بقالنا 20 سنه. اوكي قطاع بالطول وعليه شويه بقلاوه. المهم فداخلين في 20 سنه دلوقتي. عمر ما حد قال لي والله انت مهم تبيع العربيه. انا مالي، ما تبيعت عربيه ما بيعتش عربيه. هي الشركات بحس انها بتبقى متعشمه. يعني لما تيجي شركه عمر ما حد قال لنا او معايا او كده، بيبقى هو جايبك علشان عارف انك عندك مصداقيه، بس في نفس الوقت عنده العشم ان انت هتساعده ان العربيه دي تتباع. ما هو ممكن تبقى انت وحظك، ما انت لو عربيتك وحشه، لو عربيتك حلوه هتبيع، ولو عربيتك وحشه والله لو جبت
جورجينا مش هتتباع، لا هتتباع. هتتباع لو جاب جورجينا لو جت هتتباع هتتباع بصراحه، لان أنا انت موافق. عندك هو شايف السوق العقاري مولع. ايوه انا هشتري. انا مش عارف اسم المشروع ولا انا، بس بس انا انا كمان مش معاك عارف فيه. حتى سعر مش المتر. مشكله، ايوه. انا موافق. طب بالنسبه من وجهه نظرك اكبر بقى تحدي، يعني حاجه حتى ممكن تكون ملهاش علاقه بالمحتوى السوشيال ميديا على قد ما تحدي قابل الشركات او الوكلاء او الصناع بتاع المجال في مصر، تحدي في 2024 كان بايخ ولسه شكله مكمل معانا؟ التحدي فرق السعر تاني برضو، لازم العمله عدم فرق استقرار العمله طبعا. ومش لا العمله الى حد ما مش قصه، مش هنقدر نقول عدم استقرار، الى حد ده الدوله بتحاول انها تسيطر على الجزء ده. بس خلينا نقول بقى الحته، انت الفرق معاك دلوقتي رقم العمله. انا النهارده بحلم ان الدولار يرجع للسعر اللي كان موجود فيه، لان في الاخر احنا محكومين ان العربيه جايه من بره. صح. انت بتشتري عربيه باليورو ايه ده، باليورو او بالدولار، انا بالدولار جمعته أو باليولار. يعني انت العربيه انت بتشتريها بالرقم ده، فانت عارف انت ما بتشتريهاش بعمله تانية. فانت محكوم النهارده اليورو بقد كذا او الدولار بقد كذا، فسعر العربيه دي قد كذا. انا اللي دايما بقوله، بس عشان قبل ما تخش خناقه في بيع عربيه، او مش انا مش دعوه برضو تاني ببيع، انا مش بتاع بيع عربيات، بس انا بجرب عربيه، في قاعد يقول يا نهار اسود دي العربيه دي ثمنها 3 مليون جنيه. حلو، قبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نمد سكينه في في الحلاوه، بص الاول سعر العربيه دي في بلدها بكام، وبعدين نشوف بقى نحسب بعد كده بقى اي حاجات بعد كده. على الرغم ان النهارده في بعض الشركات العربيه لو جيت حسبتها ورقه وقلم هتقولي هو دخل العربيه دي ازاي كده؟ يعني انت بتحسب بلد العربيه دي في بلدها بهذا الرقم، وتحط المصاريف اللي موجوده عليها لحد ما تجيلك لحد هنا تستلمها، هتقولي هو باع العربيه دي ازاي؟ مش كل الناس، في ناس طبعا عندها، بس حاليا شركات العربيات بتحاول على قد ما تقدر انها توصل الى العميل بالشكل المظبوط. وانت شايف ان هم عرفوا يتعاملوا مع التحدي طبعا ده كويس؟ طبعا كتسعير لا ما هو خلي بالك هو محطوط برضه في حته انا مش بدافع عنه، عشان يطلع واحد يقول لك استمر بيدافع عنه. انا مالي ومالي، انا مالي بالظبط. احنا بنشتغل في دايره واحده، لان انت وارد بكره الصبح تبقى انت موجود ماسك شركه عربيات، فده بقى ايه ده انا شخصيا مثلا ايه ده بجد؟ يعني انت لو جالك الفرصه ان انت لا انا مش معنى انا احب اخش سوبر ماركت انقنق من كل حاجه. ايوه وانا كده برضه يا اخي افرض جالك هو دي تحصل لو قفلوا السوشيال ميديا خالص وليه والتلفزيون. انت يا ساتر يا رب. لا 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 يعني انا مش بتكلم في ده، انا بتكلم بص احنا ما عندناش ملكه ان انا ممكن ابقى موظف وقاعد على مكتب الصبح وقاعد ببعت ايميلات وعارف انت ما جربتهاش خالص؟ عمري لا، انا عمري ما اشتغلت ده شغلي ولا مره؟ لا ما اشتغلتش عمري موظف يعني ما عرفتش. ممتع قوي، اسالني انا ما هعمل كارثه. انا مش متخيل ان انا ممكن ابقى موظف. انت اصلا وانت بتشتغل شغلانه فلافي ولذيذه، اللي ما تعرفوش عن تامر يعني شغلانه فلافي ولذيذه وكده، خلقه هنا صعب بقى الصبح، مع ان عارف كان نفسي بجد، عارف اللي هو صاحي الصبح ورايح مكتب وحاطط، انا احب انت عارف طبعا انا مالك التفاهه وشراء الكلام الفارغ والحاجات فكان نفسي يبقى انا بشتغل وعندي مكتب عشان املى بقى الكلام الفارغ. انا نفسي يبقى عندي مكتب قوي برضه، انا كل حاجتي حاططها على البوفيه وانا السفره، والعيال بيروحوا طالعين بقى ينقوا منهم حاجه. يعني انا مثلا في عربيه عندي عزيزه عليا قوي كده، حد كان عاملها لي عليها اللوجو بتاع افنتادور كده وبتاع ودول طول عمري شايلها يعني، ولونها ذهبي. وبعدين من يومين كده معدي في خروجه لقيت العربيه مرميه في عربيه مراتي. حلو، ايه اللي نزلها في الارض؟ فقلت ايه اللي هي جت هنا ازاي؟ ده كريم ده. لا دي جميله والله ده الليفل. لا ده وصل، انت فايتك اصلا. طب انت لو انت كتامر كان ليك يد او راي في قرارات او في نظام شغال بيه السوق، لا كنت تعمل ايه؟ ايه حلو اصل ده سؤال يحبس، سؤال يحبس. لا في السوق السيارات ماليش دعوه. انا راجل، انا اخري محل بيتزا. بس انا نفسي افتح مطعم. انا عارفه، انت حكيت لي عليه كتير. نفسي افتح مطعم. هنفتحه ان شاء الله قريب. صح، هي شكلها مفيش غير اكل. والله خد عندنا في المول عشان كلنا في نفس الحته. لا بكلمك بجد والله، يعني حاجه شايف ان انت مثلا ايه سيستم تحطه كده معين، او حاجه تضيفها للسوق تخلي السوق ده يمشي احسن. ما هو الكلام ده او حاجه تمنع بيها حاجه. هقول لك الكلام اللي انا هقوله ده كلام جد. ايوه ما هو جد، انا هسكت. لا مش قصدي كده، ان مش كل الناس هتقول لك اصل وبتاع. انا لو بايدي شيء هحارب عشان يبقى عندنا
تصنيع محلي تصنيع محلي في تصدير. لازم. ايوه صح، اللي احنا خلاص بنعمله يعني تجميع. انا لا، والتجميع انا حاليا انا مش متضايق من التجميع حاليا، لان انت النهارده وصلت بالمجمع المحلي الى 55%، وده رقم يعتبر رقم كبير جدا. واللي وصل للخمسه، خلي بالك مفيش شركه بتصنع عربيات بتصنع 100%. في اي مصنع في العالم اللي احنا رحناها دي في كل الدنيا ما بيعملش فيها المية، بيوصل ل 80 85 صح 90. صح. لازم بياخد حاجات من بره. مم. تمام. فانت النهارده لو وصلت بال 55%، فانت الى حد ما وصلت الى رقم كويس على الظروف، لان الصناعات اللي بتخش مكمله في بنى العربيه عنده مشاكل، لانه برضه بياخد ماده خام من بره وبيجيبها بالدولار وبالعمله فهو عنده أزمة. انا لو انا في ايدي حاجه هشوف ايه اللي بيحصل وهتواصل. وهي دي النقطة المهمة. مش بس يعني حاليا الدولة بتساعد المصنعين جدا، بس انا كمان عايز اوصل مع الشركة الام. انا عايز اقعد معاه اقول له لا، ما تجيش تيجي عندي وانا بجمع عربية تيجي تغتت عليا تقول لي انا مش هنزل لك المرايات فولدنج. ليه؟ انا مش هعمل كده. لا، انا الزبون بتاعي في مصر عايز ده. لا، انت هتقولي لا انا هشيل السبيك، انتوا مش محتاجينها. لا، احنا محتاجينها. مش هقول لك مثلا نظام التلج مش عايز الحاجات دي. بس الاوبشنز النهارده العميل المصري عنده ذوق عنده وراقي وعي كمان، وعنده وعي بالظبط وفاهم، ومن حقه يركب عربيه فيها كل الاوبشنز. طب هم ليه تفتكر بيشيلوا الاوبشنز دي؟ اكيد عشان التسعير من وجهه نظرهم، يعني مش قصدي ان انا متفق. بص، الى حد ما بعض الشركات بيجي هو، انا ما بتكلمش علينا هنا في مصر، على الشركه الام لما يجي يفكر يعمل كده يقول لك والله الباكج، هو بيجي يحطها باكج. انت لما تيجي تفصل عربيه، في شركات يجي يبيع لك ايتم، وفي شركات يقول لك لا دي كلها مع بعض. فتيجي تقول له طب اصل انا عايز خياطه على الكرسي مع حزام مش عارف ايه، يقول لك لا ده كيت كله من ضمنه بتاع طالع في النص كده زي الخازوق، ما ينفعش في السوق بتاعك. ده مش موجود يبقى كله مش موجود. فيروح شايل كله. لا، انا معاك ان احنا برضو لازم نبقى فاهمين ان انت ما عندكش القدره ده ان انت تقعد تحط رجل على رجل للمصنع بره وتقول له كذا، لان ما زال الارقام مش كبيره. احنا في ناس كتيره فاكره عشان احنا تعداد السكان بتاعنا كبير فاحنا سوق كبير. لا، احنا يعتبر بالنسبه للاسواق جنبنا سوق صغير. رقم العربيات اللي بتخش غصب عنك، لان العربيه غاليه بالنسبه لنا، واحنا من الناس اللي بنقتني العربيه. بس الكلام ده اتغير شويه، بقيت حاسس ان دلوقتي كله عمال يتاجر. ما هو ده اللي من الحاجات اللي بوظت الدنيا. كل الناس بتتاجر في عربيات النهارده. انت عارف انت والله العظيم مع ازمه العربيات اللي حصلت دي، والله العظيم انا ما غيرتش غير عربيه واحده. انا عارف. لا، انت الراجل ده نزيه بصراحه. واحدة. بصراحه انا اشهد اهو، الراجل ده نزيه. ولا نزيه. فكرت، الله يكرمك، والله ولا العظيم. فكرت اللي هو ايه، ما يتربحش. هدي واعمل سوسته مش عارف ايه واستغل. انا ويكا حبيبي، ايه ويكا ما تظبطني والله العظيم. أيوة. وربنا حاسبني. وعنده القدره ان هو ياخد عربيات من اي حد ولا عملت في اي وقت. مش قصدي حاجه. هو انا على فكره انا الوحيد اللي اشتغلت الشغلانه دي وما عملتش اي حاجه جنبها. يعني اغلب الناس النهارده بقى عنده مشروع جنبها. انا ما عنديش غير الانكم بتاعي من شغلي اللي انا بشتغله فقط. الطبيعي ان انا النهارده يبقى عندي مشروع واثنين وثلاثه. انا مبسوط بالدايره والف حمد وشكر نعمه ربنا اللي انا فيها، اللي ما كنتش احلم بربعها. انا في نعمه كبيره من ربنا، ولا عمري كنت اتخيل، ولا عمري اتخيل ان في عربيات اللي انا ركبتها في حياتي كنت حاطط صورها عندي في الاوضه. انا من ايام الصور وكنت بقصها من المجله واحطها في الدولاب. النهارده انا في عربيات والله اشتريتها وحياه ربنا انا كنت حاطط صورها على على الدولاب. أيوة طبعا. ولما برجع بيتنا اقعد اتفرج كده اقول ايه يا اخي سبحان الله. انا في عربيه كنت بحلم اشتريها. بص الطموح كان جولييت دايو. فاكرها اول ما العربيه اشتريتها. ما عرفتش اشتريها. طب ما تجيبها دلوقتي. جبت جولف 2. يا حرام. ده انت جيت على نفسك قوي. ده انت كده انت عملت ابجريد. بس انا مثلا العربيه دي نزلت ساعتها كانت مجنناني. يعني عمر ما كان الطموح ساعتها واحنا صغيرين ان انت تقول ايه الفئه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. فاحنا في كرم من ربنا. ايوه طبعا. في كرم ونعمه من ربنا ما كنتش احلم بيها. فما حبيتش في يوم من الايام ان انت تستغل ان ده صح غلط ما اعرفش. بس انا ما عملتش كده، على الرغم ان في ناس اللهم صل على النبي يعني عملت. يا لهوي. لا، ودايما هتلاقي معارفك ومعارفي هتلاقيه ده بيقول لك يا ابني ما تعمل انا كله برضه حوالي يقول لي كده طب ما نجيب طب ما نعمل. ولا عمري هفكر، لان احنا بنبوظ كل حاجه حوالينا. النهارده الاوفر برايس اللي حصل في فتره من الفترات الحمد لله انتهى وبينتهي. بيهدى بنسبه كبيره. بس لسه في كام عربيه عليها غتاتة برضه. بس انا مبسوط ان النهارده بقى الراجل اللي راح يشتري او الست راح تشتري تيجي تقول لك لا مش هاخدها بالسعر الاوفر. ابتدى خلاص. ايوه صح. مش هاخدها بالسعر ده. عشان كده بقى في حرق كمان دلوقتي.
في بعض العربيات عليها والله حرق، بس حرق اهبل يعني. يا يعني مش حرق يعني برضه عشان حرق الناس عشان تبقى الناس تبقى فاهمها فاهمه، حرق اللي هو يبقى عربيه يعني بتتباع اقل من سعرها اقل من سعرها سنه عشان ما بتتباعش. يا مسهل. طب بس مفيش انت حاجه ما بتتباعش دلوقتي. مفيش بجد؟ مره احنا جربنا عربيه وحشه قوي زمان، انت عارف ان انا في بس هي قفلت الشركه فالحمد لله، ده كرم من عند ربنا. ده كانت نقطه سوداء في دي حياتنا. لا ما تفضحناش، بس اقول لك حاجه، ما هي كان تفضحناش. ميزتها ان هي كانت كان اعلان، يعني هو ما كانش حاجه عندنا احنا. لا ولا هو مش اعلان، يعني كان احنا بيور إعلان. احنا جربنا، قالوا لنا خدوا العربيه دي جربوها واركبوا مع بعض. واحنا كنا هنتقلب. واحنا كنا اول مره نشوف العربيه دي يا جماعه، ولما شفنا العربيه ما كناش عارفين نقول ايه، فاضطرينا نقول كلام ما غيرناش فيه ضميرنا بصراحه. بس انا من وجهه نظري الفيديو ده لو كان نزل، هي هو كده ما كده نزلش. ما اعرفش، هي الشركه قفلت. انا ما شفتوش، هي انا حاولت، لازم الشركه تقفل. انا كنت فاكر اقفل السوشيال ميديا مثلا شهر لغايه ما الموضوع ده يعدي. لا وبعدين راكبين العربيه اللي هو ايه، والواد عمار كان متحمس قوي يوميها، فاكر؟ عزل وحش. بقول لكم ايه يا شباب. العربيه بترجرج كانت وحشه قوي. اللي بتدخل ميه. وكنا بنجربها على طريق يكشف اي عربيه، طريق الجلاله. لا والاجمد احنا قاعدين ورا، يعني كنا سايقين، احنا قلنا لهم مش هنسوق، طب احنا قاعدين كانت السفريه دي كانت جامده قوي. والله العظيم كانت جامده قوي. ده فيديو لو نزل ينهي على، لو في شركه عايزه تنهي على مستقبلها تاخد الفيديو ده. انا اصلا مش فاكر اسمها لغايه دلوقتي. انا مش فاكر، لا انا مش الحمد فاكر. لله، بس انا فاكر شكلها تطلع لي بحلم بيها في كوابيس. مش فاكر. انا فاكر ان احنا كنا هنقع على جنبنا. هي كانت في بدايه طلعت الصيني، فكانت ليها الحاجات هي خلي بالك المصنع الصيني بقى مرعب، ما تستقلش بيه بقى العربيه اللي معايا دلوقتي دي لذيذه. انت جربتها؟ انا اول واحد خدت العربيه دي اولا كانت الناس عماله تقول لي انت ازاي فرحان بيها. لا لذيذه، عربيه لذيذه وانت سواقتها حلوه قوي قوي الصراحه. طب شايف انت من وجهه نظرك ايه اكتر براند او براندات اشتغلوا حلو قوي، مش اشتغلوا كبيع او كده، بس عملوا شغل حلو في 2024؟ مش شرط تقول واحد، ممكن تقول كذا واحد. شركات كتير اشتغلت السنه دي كويس. بي ام دبليو متوحشه بصراحه، مركزين جدا، مركزين. اللي فارق معايا جدا العربيات اللي جايبينها هي العربيات اللي بتم الكشف عنها في العالم في نفس الوقت. صح. وانا دي نقطه بالنسبه لي مهمه قوي، انت مش بعيد. صح. انت العربيه بتلونش بره، انا بنزلها في السوق المصري بمواصفه الى حد ما زي اللي موجوده بره. ممكن محرك اصغر شويه، لكن عنده النهارده رينج خطير. صح. عنده اكسات، عنده سيدان، عنده كل حاجه، عنده كهرباء، عنده كل حاجه. فاعتقد انا شايف اللي يتربع السنه دي لو ادي له افضل جايزه ادي البي ام دبليو. عملوا اكتيفيتيز كتيره كمان، وعملوا احداث كتيره، كل شهر عنده عربيه جديده. مركزين. ايفنتس حلوه، شكلها حلوه، عربيات حلوه، مهتم يعمل بوزيشننج للسوق بتاعنا كويس، بينقل الصوره بتاعتنا حلوه للسوق بتاعنا، ده مهم. طب ايه اكتر عربيه او عربيات جربتها السنه دي برضو علقت معاك وانبسطت منها قوي؟ يعني حاجات انت جربتها رسميا. اخر عربيه خالص كانت ايه؟ رولز رويس كولينن جين 2. ده انت دي كانت بص انا بالنسبه دي جربها في الجنه، يعني انا قالوا لي عربيه دي هشتريها في الجنه ان شاء الله. دي بكام دي؟ مش مهم بكام. انت عارف انا ما ركبتش غير واحده بس في حياتي الكولن دي وما انبسطتش منها. يعني طب والله العظيم بحلف لك، انت ما حدش يمسكه، ما حد مش هضربه، انا هفهمه غلط. انا هقول لك حاجه، ما هي تقولش. اسمع بس. هي مش بتاعتنا. انا مبدئيا انا رولز رويس، يعني انا بحس ان هي عربيه عواجيزيه جدا. لا يعني لا. اللي هو في كده. طب انا اقول لك حاجه، والله توريت الصوره دي انا ما اعرف ان دي رولز رويس. انت اللي باين، انت النجم اللي في الصوره دي، وريهم الصوره، طلع البينه. لا بالحبيب. بص انت مش باين اصلا ايه العربيه. طب استنى، انت سيبك من الكولن، يعتمد كولن ان انت دي حلوه عشان حمرا كمان. عشان حمرا لذيذ. لا بص، عربيه حلوه. وبعدين انا بالنسبه لي كانت المفاجاه ان انت بتجرب عربيه جوه الصحراء اوف رودنج. يعني هي واخد اصلا، جم قالوا لي تامر انت هتاخد كولن وتخش بيها الصحراء. قلت له صحراء مين ده؟ انا بخش بعربيه الرالي اللي انا بسابق بيها وانا قلقان من الرمله عليها. ايوه، واسمها عربيه صحراء. انا ما صدقتش ان انتوا فعلا طلعتوا بيها صحراء رمل ديونز ودخلنا في حتت ما ينفعش. ايوه. وبعدين فاهم تطلع انت عارف انا برضو مريض ده. انا شلت الدواسات فجولي قالوا لي بتعمل ايه؟ قلت لهم في رمله في يا باشا انت مالك، احنا هننضف. اللي هو يا اخي ما طب لا سيبك من الكولن، خلينا نروح لحته تكون السوق بتاعنا يعني ولا بره؟ او حتى لو بره بس تكون حاجه بتنزل في السوق بتاعنا، حاجات عجبتك يعني. شايف مثلا اختار مش فاكر واحده مثلا او اتنين. مش فاكر.
مش فاكر، لا مش فاكر بس الحمد في لله. كذا حاجه. في عربيات كتير السنه دي عجبتني قوي، في عربيات مم. كتير وعربيات صيني عجبتني جدا كمان. اه، ما اتطوروا صراحه. عربيات صيني كتير عجبتني، بس انا متحمس للعربيات اللي جايه كمان، في عربيات صيني كتير جايه حلوه. بص في عربيه عجبتني قوي مم. والناس كلها ما كانتش انا الوحيد اللي عجباني، اللي هي السانتا في هيونداي. هي بس مشكلتها من ظهرها بس، كل الناس تقول يعني لي ديزاين شكلها الظهر انا عجباني شكلها كله على فكره، حته عربيه على فكره حلوه جدا. قوي قوي قوي. اه يعني دي من العربيات اللي انا حبيت انت كده الراحه. هي ولا السورنتو؟ لان هما اتنين نفس الاتنين البلاتفورم. اخوات، ما انا عارف عشان بس كده. السورنتو سورنتو شكلها اصيع، الاتنين عندي انا بس تاني وقفتهم. السانتا عمليه اكتر. انا وقفت الاتنين جنب بعض اه والاتنين جربتهم مع بعض. اه العربيه السانتا في من جوه احدث شويه، اه ماشي. انفوتيمنج سيستم احلى، اه الماتيريال قريبه من بعض، النور اللي جوه شكله حلو، مم. الكرسي بيعمل شويه حركات ويتفرد ويترفع مش اوسع سانتا مش اوسع من ما هو خلي بالك بقى عشان في سورنتو قصيره اللي اه بتشوفها كتير دي مش هي دي، مش السفن سيتر. لا في واحده 7 السفن سيتر سيتر هي دي هي اللي زيها بالظبط وقفها زيها من ورا كده. ايه ده وحشه من ورا برضو؟ هو ظهرها هي ما ظهرها اعرفش. غريب شويه، بس هي وشها والله لذيذ وشها حلو جدا، بس هو ظهرها عشان كده وانا بصورها صورت الشنطه مفتوحه. هو الفانوس بتاع حاطينه تحت قوي. غريبه. غريب قوي بصراحه السانتا بس في دي كانت عجبتني. عجباني سواقتها جدا. أيوة. وبعدين تفويله 1000 كيلو بجد. انا عملت موتور 900 عادي؟ موتور هايبرد. عشان هايبرد. أوكي. عملت 900 وحاجه، أيوة. 900 حاجه و50 كيلو أيوة. انا اصل دلوقتي مهم ان انت برضو اه سيبك من ان احنا بنحب العربيات ونحب البنزين، بس انا فارق معايا برضو النهارده التفويله تمشيني كتير، مم. لان احنا النهارده بنعمل ارقام. ايوه طبعا. طب سيبك من السنه، خلينا نتكلم في المجمل بقى، ناخدك للحاجات اللي عديت بيها انت في في, في التاريخ بتاعك او يعني في الكارير بتاعك. ايه اكتر عربيه او اكتر تجارب عربيات كانت بالنسبه لك كانت غريبه او خطر، او يعني موقف حصل لك في تجربه فاكره لغايه دلوقتي كان ابن الذين خطر او غريب او طريف او مضحك؟ في حاجات كتير. مره جربنا سوا مع بعض ميني، كانت سفريه انا مش هنساها السفريه دي، ان احنا سوقنا 900 كيلو. سوقنا كتير قوي وكان مطره، وسوقنا في سيول ومطره، ورحنا تراك ورحنا سالزبورج، كانت اول مره اروح سالزبورج. وانا برضه كانت بلد حلوه قوي. ورحنا في الشتاء ومطره يعني ما بتشيلش رجلها من على الدواسه. المطره لو مشغل المساحات كنت على اقصى سرعه ما تلحقش تشيل الميه. ووصلنا لمرحله ان احنا تعبنا من السواقه لدرجه ان احنا وقفنا كل شويه سوق انت لا كنت مش عايز قادر. اعيط. والطريق ما بيخلص. ايوه فانا فاكر السفريه دي كانت سفريه حلوه قوي أيوة. بس كان فيها سواقه كتير. ومره تانية على التراك بتاع نيربرينج برضو، دي كانت تجربه مع بي ام دبليو بنت لذينه. وكانت بالنسبه لي ان انا اول مره وانا كده حاسس ان هو بيقول لي ايه انبسط. ايوه يعني ما فيش حد ايه يعني اشيل رجلي ولا اصل هو في العادي برضه عشان الناس تبقى فاهمه في السفرات اللي زي كده بيبقى فيه دايما انستراكتور واقف فوق دماغك فداك الاستديو كله هو معمول كده بالمغناطيس. ده عشان ده جايبينه من دوبيزل بقى في مغناطيس بيبقى دايما يقول لك ايه يقول لك خلي بالك ما تدوسش جامد، ما تعملش بيعمل حذر دايما، لان مش بيبقى بقى. كل الناس اللي جايه بتسوق كويس او في ناس يعني مش شرط ان يبقى هو جاي من باك جراوند بتاعت سباقات او جاي من حاجه، فبيبقى حذر معاه شويه. بس دي كانت سفريه برضه من الحاجات اللي ومره سافرت. طب اكتر حاجه كوميديه يعني اكتر موقف مت فيه ضحك في سفريه او في تجربه؟ في كلها مصايب. انت افتكرت عمار، انا مش عارف ليه افتكرت عمار على طول. وفي حاجات كتير انا بس ده حاجات كلها مالهاش علاقه بالعربيات الصراحه. في حاجات دايما بيبقى عندنا مصايب ده هو في نص فاكر مره، بص احكي لكم حاجه يا جماعه. مره كنا بنجرب سي كلاس كونفرتبل، فاكر؟ كنا هنفور في تيس. فاكر 43 تقريبا، كانت سي 43 43 اي ام جي. وبعدين ماشيين الشمس طلعت رحنا فاتحين السقف، وانتوا عارفين ان احنا برضو عندنا حرمان من بنحب كان ساعتها في حرمان بجد، كناش لسه زي دلوقتي. الحمد لله يعني. بس كان في حرمان من المواتير الحلوه. ايوه. وموتور صوته حلو حلاوه والشكمان بيطلع شويه بوب كورن من ورا. فجوزي عيال صغيره خدوا عربيه من ورا اهاليهم وسارقينها. مش فاكر كنا فين، في المانيا؟ كنا في لوكسمبورج. وماشيين في طريق وكل اللي بنعمله وبعدين ايه شويه وكيل سايق وشويه انا سايق، وبعدين يجي يقول لي ايه، اقول له شويه كمان، يقول لي خلاص الحراره عليت. اقول له يا اخي
سيبنا ننبسط بقى والله واحنا كان فاتحين المفروض السقف. يتقبض علينا اليوم ده، لان احنا عاملين لا ما عملناش حاجه غلط في الشارع، لا ما عملناش بس حاجه غلط، بس اللي هو دوشه. دوشه. وبعدين انا لو كان حد ماشي ورانا من مرسيدس وشاف ان احنا ما بنجرب صوت شكمان احنا مش هينزلنا انت بنسوق، لا انت احنا وهو. عاملين ندوس ونسيب. ونسيب. بس كانت صوتها حلو العربيه قوي دي. قوي قوي الموتور انا ده فاكر، جميل. انا فاكر السفريه دي برضو، دي من كانت لذيذه. السفرات. كان في ماتش مصر اتفرجنا عليه، فاكر؟ ايوه صح، ايوه واحنا السفريه مالناش دي في الكوره اساسا. ومالناش في الكوره، بس لبسنا التيشيرتات ايوه وبتاع. اي حاجه فيها منتخب انا في الاوكي، اه بس انا النص مش عارف حاجه. لا لا عادي، مش لازم تعرف، مش فارق كتير. المهم جون. طب في الفورمولا 1 بقى، انا عارف ان انت من متابعين الفورمولا 1، ومؤخرا كمان بقيت هارد كور فان بزياده عشان ما شاء الله بتحضر كذا سباق. مين المفضل بالنسبه لك في الاف 1 درايفرز؟ يعني انت بتشجع مين؟ انا ما هو بص انا بس انت بتشجع مين؟ قول عادي، ما انت كده. لا بص يعني بغض النظر عن، انا بقيت موجود في الفورمولا 1 بشكل رسمي جدا بتعاقدات مع شركات كتير، والحمد لله بقينا بنغطي الموسم كله، فبلف على كل والسنه دي يمكن الحمد لله ربنا كرمنا، عملنا شويه لقاءات وشويه حاجات حلوه مع سائقين كتير. بس انا بحب الفورمولا 1 قوي، يعني انا الفورمولا 1 بالنسبه لي متعه. ولما تخش جوه الكواليس، خلي بالك انا السنين اللي فاتت وانت بتتفرج عليها من بعيد حلوه، بتخش جوه المطبخ احلى، لان هي كلها بيزنس. جدا. وشركات بتعلي وسياسات اسهمها وحاجات طبعا وكذا، والسواقين. وبعدين الفتره دي السواقين بيغتتوا على بعض. وانا من مدرسه سواقين كتير قدام، يعني انا لسه كنت هقفش على الونزو. هتقفش عليه شخصيا يعني؟ قابلت وحياه ربنا كنت هقفش عليه بجد، انا بحبه جدا. كان غلس قوي. لا يا راجل. ده كان فين؟ في كنت ابو ظبي؟ في ابو ظبي وانا تحت، وانا عاجبني قوي ان انا اشوف يقول لك ايه، اصل كنت عارف استنى بص اكيد الونسو ده الجارنا اللي في الرابع استنى بص لازم تعمل كده. ايه يا باشا، ايه المشكله؟ ايوه صحيح الونسو. ايه المشكله؟ عندنا استاذ تامر بشير. الونزو اسطوره. عملت ايه الالونسو؟ اسطوره. أيوة انا بحبه جدا خلاص. وبالنسبه لي سائق من السائقين اللي يعني 44 سنه بيسابق، عنيف جدا، سريع جدا، العربيه مش احسن حاجه، الفريق مش احسن حاجه، لكن اسطوري. فشفته جريت، رحت له. انا كنت مع اسكندريه فراري ولابس تيشرت فراري. اوكي خلاص. انا ما خدتش بالي بصراحه. يعني برضه عشان تبقوا فاهمين الحته فيها غلاسه شويه، ساعات سائقين لو مثلا مشي من فريق وراح لفريق تاني فانا شايل منه. مثلا هو شايل من فراري، الله اعلم، ما اعرفش، كان معاهم ما اعرفش. ففجاه وانا رايح فسلمت عليه، ازيك، الاخبار، قلت ممكن اتصور معاك؟ قال لي لا ما عنديش وقت. فعملت ايه بقى؟ اتكسفت جدا واتضايقت قوي. بعدين رحت واقف بعيد كده ولقيته بيتصور مع ناس تانية. وكانوا لابسين استون مارتن يعني؟ لا لابسين تيشيرتس عاديه. والله العظيم انا بحكي لك ده، انا عارف الناس هتقعد تقول لك اصل والله بجد انا بحبه يا جماعه. بس عارف اللي هو ايه، عارف لما تبقى بتحب حد وكسفك؟ ايوه هو كسفني. طبعا. وراح بيقول لي، قال لي لا ما عنديش وقت اتصور. وبعدين فضلت واقف انا، وبعدين جوه البادك انت ما بتعرفش انا مين ولا وبعدين انا لابس بقى، انت فاهم انا بحب ايه يعني، انا مع فريق فانا لابس تيشيرت الفريق وكاب الفريق والناس عازماني. وبعدين انا كنت مع لوكلير وساينز عشان ده اخر وقت لوكلير وساينز هيمشي خلاص. وانا بحب ساينز جدا وبحب لوكلير. واكيد انا معزوم مع فراري وشيل، فانا لابس تيشيرت فراري وشيل. وباين ان التاجز اللي انا حاططها مكتوب في اي بي، وباين انه جاي معزوم من، ومحطوط فراري ومحطوط بيريلي، فباين ان الراجل ده يعني مش ناطط من على السوق. ايوه مش فني كهرباء بس يعني يا باشا ايه المشكله؟ المهم فلما راح كسفني رحت واقف كده باصص له، وشفته هو بيتصور مع الناس، فهو بص على وشي. والله العظيم اللي انا بحكي لك ده، انا عارف ناس هتتريق عليا، بس انا والله ده اللي حصل. يعني خد باله ان انت واقف، ان انا رزل، مكسوف، ان انا واقف. انت واقف قلب له وشك ولا واقف؟ لا انا واقف، رحت باصص كده خلاص اوكي بقى، انا مش هبقى بايخ واخش. انا بحب دايما لما اتصور مع حد فرحت اقول له ممكن اتصور معاك؟ مش هخش ايوه ممكن اتصور معاك؟ فقال لي لا ما عنديش وقت. وانا خدت بالي وهو بيقول لي لا ما عنديش وقت، ان هو بص على التيشيرت. انا ما كنتش واخد بالي. انا لو واخد بالي انا ذوقيا برضو ساعات ممكن ان انا فاهم ده ليفل غيرنا، احنا تحت يعني. لا احنا مش في الليفل ده. في المهم ما تصغرناش بقى، ما انت هلا ماكلارين هو شاريها بالدرهم دي. هذا حبيبي فاكر انا عارف. ايوه من الاوتلت. لا في الاوتلت جبت حاجات تانية بس صيفي كلها صيفي. المهم فوقفت كده، راح باصص لي وحس ان انا يعني ايه اللي هو انت قلت لي لا وانت بتصور مع الناس ودخلت ومشيت بصراحه.
بعد ما مشيت قلت ان بص موقف زي ده، انا بحب الراجل ده حب مش طبيعي بس قفلت منه. جدا اه. جدا امم. جدا، لدرجه ان انا اتضايقت وحطيت في لحظه في دماغي كده، قلت خلي بالك ان انت ممكن ما اتكلمش عن نفسي، انا عمري ما هبقى، انا مش الونزو ده اسطوره وما زال اسطوره بالنسبه لي، وما طبعا. زال بالنسبه لي برضه حاجه كبيره جدا، بس موقف صغير ممكن يخلي انطباعك اتغير عن شخص. ايوه طبعا، ما بيحصل. عشان كده الواحد حتى احنا على السكيل بتاعنا اللي قد كده لا احنا فين؟ بتحاول ايوه تركز طبعا، انك ممكن انت. العشم اوعى تكسف حد. اه طبعا. هو بقول لك اتكسفت لدرجه، بس رحت صورت مع حد اجمد منه. مراته بقى. ايه ده؟ ايه الجو ده؟ كنت بتصور مع مراته عشان اكسر عينه. صورت مع مين اجمد منه مين؟ كتير بقى. لا والله. طب في الاخر انت خدتني يا سوسه، انت ايوه دهلبتني في قصه مين اكتر سواق انت انا بتشجعه؟ متحمس الموسم ده الجديد لهامilton مع لكلير فيراري. جدا. نفسي يعمل حاجه قوي. لان انا بحب الراجل ده حب برضو، ده اسطوره كبيره. ماكس طبعا ده حاله مش هتتكرر. يعني ماكس انا بالنسبه لي حاله مش هتتكرر. انا كنت بحب سواق جميل جدا برضو اسمه ريكاردو. ده طبعا اه حظه قليل، حظه قليل جدا، ودمه خفيف وفريندلي جدا وسواق كويس. وسواق كويس جدا. ومحتاج فريق يديله بس دافع شويه. في سواقين كتير. بس انت مين؟ اصل انا هامilton برضو، انا متحمس لهامilton جدا. عايز ياخد واحده كمان عشان يبقى بص انا نفسي بطوله بس كمان. نفسي الموسم اللي جاي ده ما يبقاش فيه صراعات بين لوكلير وهامilton. خلي بالك اتنين سواقين عندهم سوشيال ميديا قويه. جانات بيلعبوا لعبه لايف ستايل. واحد عايش في موناكو، واحد عايش في الثاني عايش في موناكو برضه، مش كل وقت بيته، بس يعني خلاص بيلف بقى بسبب هو دلوقتي كده هيروح يعيش في ايطاليا غالبا خلاص. ده بيقول لك عايز يقعد في بيت انزو فيراري اللي في مارانيلو اصلا اساسا. في الاستراحه. خلي بالك في الكبريتاج هيقعدوا له الكبريتاج، قاعد في الاستراحه اللي على باب اللي باب الدوار. الصراحه انا رحت البيت ده بيت. انا بقى فيراري اسطوره اصلا. بس فكره الفورمولا 1 بقت حلوه. ونتفليكس سبب من اسباب القوه اللي حصلت في تاريخ الفورمولا 1، والجمهور اللي بدا يخش يتفرج على الاستراتيجي ويشوف الخناقات اللي حصلت. صح. طب انت بتشجع مين؟ انا هامilton من زمان يعني انت دلوقتي هتشجع فيراري؟ انا اصلا عمري يعني ما كنتش بشجع مرسيدس، انا كنت بشجع هامilton. يعني كنت بشجع هامilton لما كان في ماكلارين برضه. اوكي واخد بالك. فانا هامilton وجينسون باتن، بس جينسون باتن اعتزل، فانا دلوقتي هامilton. كان جميل، كنت بحبه قوي. كان محترم وخلوق، يعني كان خلوق. الحته اللي كان ابن مش ناس شبعان. يقول لي انت عشان لابس تيشيرت فيراري مش هتصور معاك. يا اخي اكبر بخاطري. بصراحه حركه. قول لي لا مؤاخذه يا برنس، ما تطلعش من الونسو. ايه يا عم الونزو؟ يا عم الونزو احنا مش صغيرين. القرش جري الله، احنا مش صغيرين. اديك جبنا سيرتك في القرش جري مع الونسو. ما هو القرش جري مع تامر، ما بيعملش كده ليه؟ فين القرش؟ مع سمعت ده بنطلون مقطع وحاجه. ما هو مقصود. طب تراكات اكتر تراك بتحبه قوي في الكالندر بتاع الفورمولا 1؟ بحب موناكو. عشان في مصايب كتير. وكمشاهد. كبتسوق لا ما احبش موناكو. موناكو سواقته وحشه. طب كسواقه بحب سيلفرستون قوي. سيلفرستون خطير. وياس على فكره جامد قوي. انا بعشق ياس. وخد بقى الاجمل، مش كسواقه، بعشقه كمكان يعني. وكسواقه على فكره سواقه حلو، ستريت لاين حلو جدا. انا حافظه، انا ممكن اسوقه عشان هو سيميليتر عظيم. ممكن اسوقه، انا سوقت عليه مرتين. انت عارف بقى من التراكات الحلوه في السواقه كمان بتاع جده ده، انا مش عارف احفظه، هو صعب. وكل ما اطلعه على اللفه الثانيه اروح داخل في السور، وفي كتير مخيف جدا. بس برضو من التراكات الحلوه. طب نخش بقى في نوعيه ثانيه من الاسئله بقى. فضل. اسالك بقى ايه لو عندك ميزانيه غير محدوده؟ غير محدوده تشتري بيها عربيه، اختار عربيه واحده. ده جي تي ار. جي تي ار، نيسان جي تي ار. دي مش محتاجه ميزانيه غير محدوده. ممكن محتاجة. نطلع نجيبها واحده دلوقتي. لا ما دلوقتي مش هتعرف تجيبها. لا ما هي غاليه عشان هنملاكي وبتاع، بس قصدي لو عايز تقتنيها هتعرف يعني. مش هتعرف. يعني انت بالنسبه لك انا بحبها الدريم لا انا الدريم يعني ميزانيه غير محدوده تجيب عربيه اللي هو بقى. لا انا ما اعرفش اجيب عربيه واحده. انا ما عندي دي. مش قصدي ان هي عربيه واحده، هيبقى عندك عربيات بس دي عربيه اللي هو الجنان اللي هو دي نفسك فيها. عايز اجيب بورش 993 قديمه، وعايز بس طبعا كل ما سالت عليهم حاولت ادور عليهم في كل حته. وانا بحب الجي تي 3 ار اس وبحب الجي تي 2 بحبهم جدا. بحب البورشات عامه. عايز تجيب بورشات. لا بس دي مش صعبه. يعني الحمد لله كرم ربنا علينا يعني. بس مش بتكلم على ده، بس انا بتكلم على ان انا عايز اجيب حاجه تمانينات تسعينات. ايوه في الحقبه دي. اوكي والله انت راجل قنوع ومحترم. انا قلت بقى هيقول لي بقى زي الشباب المتحمس انا عايز اجيب باجوتي فيرنا والحاجات دي. لا مش لا صح.
ما اصل انا برضو خلي بالك انا بعمل نفس اللي انا بعمله من وانا صغير، ما غيرتش حاجه في حياتي. أيوة. بقف مع اصحابي في الشارع في الحته اللي بقف فيها، بروح اقعد على نفس المكان اللي بقعد فيه. ايوه. فمش هينفع اروح بيها في الحتت دي هسألك سؤال تريكي قوي بره الصندوق. يلخبط، يعني لا. مش يلخبط، سيبها على العربية. يحرج. سيبها على انت العربية. عندك كذا عربيه، اه عندك ايه؟ عايزين بقى مش مهم. 3 قرارات. عندي حاجات. عربيه تحتفظ بيها هتخليها من عربياتك، وعربيه ممكن تبيعها عادي، وعربيه مش عايزها. يعني كار تو كيب، كار تو سيل، كار تو ديستروي، او تو ما دي اللي انا هجاوبه ده هيبين ان العربيات مش تسوق. يعني اللي هو ممكن مش هزعل لو مشيتها. واحده ممكن ابيعها، واحده طيب مش خليني هزعل اقول لك ممكن حاجه. تمشي، انا وواحده اخليها انا ما اقدرش ابيعها. كل العربيات بحبها ما جدا. انا عارف، لا دي كده كده انا بس بحب ايه بقى؟ العربيات، بس انا حاليا مثلا عايز اغير ايه؟ عايز اغير عربيه مازيراتي. ماشي. انا حاضر القصه المأساويه دي، بس انا فاهم مش ليه. بس بس لا انا فاهم عربيه ليه. جراند توريزمو وعربيه جامده وشكلها حلو عايز وكل تخش حاجه. على حاجه اجدد شويه. مع انها عربيه 2019 بس محتاجه انها طب عربيه ما تقدرش تتخلص عنها، تتخلص منها قصدي. نيسان صاني. بجد؟ والله انا بحبها جدا. تحبها جدا؟ والله. طب وعربيه ممكن تبيعها عادي، مش هتبقى متضايق يعني ممكن تبيعها وممكن تخليها؟ الرينج. الرينج. اوكي. بس برضه افضل اركب لازم يبقى عندي رينج. ايوه هتجيب مكانها واحده. واحده. عشان لما تتكلم عن رينج لازم تعمل كده. ايوه صح. لازم. الرينج. لا استنى، بقول لك ايه، ليه ما حسستنيش زي الناس بتطلع عميقه؟ ليه خدتني كده؟ الناس تطلع في البودكاست عايز تعيد الرينج؟ لا لازم بيقعدوا كده. بص في قاعده كده وبعدين لازم يعمل الساعه كده. لا انت كده قاعد على الكنبه. اصبر بقى خير. ما احنا مش عارفين نعمل الجو. ماشي. وبعدين بيقعد يقول لك انا اول ما ابتديت شغلانه العربيات انا جبت الرينج كان معايا 126. لا كانش معايا الاكسل. لا كان في 26 قبلها. لا يا راجل مش هتنفع، مش هعرف. طب اسالك بقى حاجه تانية. الشباب اللي بتشوفهم في مصر دلوقتي في الجيل الجديد بالذات بيهتم اكتر بالاداء ولا بالديزاين ولا بالتكنولوجيا اللي جوه العربيه؟ يعني شايف الراي العام للشباب دلوقتي في الجيل الجديد بيهتم بايه اكتر؟ الجيل الجديد انا حاسس ان هم بيهتموا بالتكنولوجيا. انا لا شايف فرق لهم اداء. الجيل الجديد بقى مثقف قوي. يعني كان واحنا واقفين زمان وقفه عربيات 3 4 جامدين والباقي على باب الله. النهارده الشباب انت واقف معاهم انا مبسوط قوي لان عنده معلومات وفاهم وبيقرا ماشي مش كله داخل جوه الصندوق بس على الاقل هو فاهم ويجي يقول لك لا دي كذا ودي كذا. بس عندي حته هو فقد الحته اللي احنا نفسي توصل دلوقتي. يعني يجي يقول لك ايه دي 911 ايه يا انت اتعودوا عينيهم اتعودت. اقول له ايه ايوه بس عربيه حلوه بورشايه. قلت له انا زمان كنت لما بشوف بوكستر جمرك مش هروح انا افضل اشوف الراجل ده راكن فين عشان اقعد جنبه. انا عملت كده. انا كان في عربيه عملت كده في الزد لما شفتها زمان مثلا. عارف القصه دي؟ ايوه عارف. مشيت وراه لحد ما ركن في بيته بقى فانت فاهم. فالنهارده لما تلاقيه بيتكلم انا فقد الحته اللي دي. طب لا انا ما زلت برضو العربيات لازم تبقى حاسس بقيمتها وحاسس هي في ايه عشان تبقى فاهم القيمه اللي طالعه منها ايه. لكن النهارده انت شايف عربيه 911 عادي يعني لا لازم تبقى جي تي 3 ولا عينيها اتعودت. ولا صح ما بقاش دي انت بتهزر. البركه اتقلت والله العظيم. طب السؤال اللي قبل الاخير، الكهرباء والبنزين، او انت رايك ايه في موضوع الكهرباء ده؟ شايف ان احنا كمصريين الموضوع بيكبر طبعا كده بس معاه سيبك معاه وضده؟ دي سؤال كليشيه الصراحه اللي هو بقى انت مع ولا ضد؟ لا ما فيش حاجه زي بتحب الصيف ولا الشتاء. بتفكر تجيب عربيه كهرباء يعني؟ عندي واحده كهرباء دلوقتي. اللي هي ايه؟ عندي عربيه كهرباء. بجد؟ ما ايه اسمها ايه؟ عادي اللي اسمها وخلاص. ايه ده؟ ماليزي ولا ايه؟ يا ريت. عربيه كهرباء جبتها امتى؟ اللي هي بتمشي الصغيره. لا مش ار سي. امال ايه؟ تويزي. ماشي. دي ما ينفعش اقول عشان هتتحسد. عارف انت العيال الصغيره اللي بتكون لسه مولوده ما بترضاش تطلع صورهم على السوشيال ميديا؟ لا يا بص العربيات الكهرباء انا بالنسبه لي عربيه جميله جدا الى ان انت تستخدمها كسيتي كار. انا هقول لك كاستخدامي كده مثلا من العربيات الكهرباء اللي جربتها عجبتني السنه دي اكس بانج عالميه. فاكر؟ لذيذه قوي لسه مسيبها. انا عارف كنت لسه مجربها. حلوه. انا كانت عجباني قوي العربيه دي بس كانت مشكلتي معاها ان العربيه البرفورمانس قويه قوي فطول الوقت انا عايز اعمل كده. ايوه صح. فبخلص البطاريه. صح. فمثلا لو امكانياتي تسمح اشتري واحده كهرباء. برضه في عربيه متحمس لها جدا مستنيها الزيكر برضه تحفه في 1000 كيلو. كارثه هو ده خلاص كده انت تمام.
والروكس، في عربيه برضو نازله اسمها روكس، انا متحمس لها ما قوي. اعرفهاش دي. دي فيها تكنولوجي جامده قوي، ما اه بين عامله زي التكنولوجي بتاعت نيسان الاي باور، ما اللي هو بين في موتور في بس. موتور موتور بنزين اه بيشحن المواتير الكهرباء. ايوه ايوه. انا احب الحاجات بس دي. ما بيمشيش العربيه. لا ماشي ايوه كهرباء. ايوه ايوه شفته. فانا احب التكنولوجي دي قوي. اه أه بس بتفوله فول بنزين، تانك ايوه بتاع 40 لتر ولا 50 ايوه لتر. ايوه. اه فانا احب ما توقفنيش اشحن حلوه قوي الفكره دي والله. جدا. بس بيمشي قد ايه بقى؟ بيقعد قد 1000 ايه؟ كيلو، سيبك من برضه 1000. اي كلام بيتقال، ايوه اطلع سوق انت، شوف في رجلك عامله ايه. ايوه ايوه صح. ممكن تبقى رجلي منيله وانت رجلك احسن انا مني. والله العربيه انت الاكسبانيا عايز دي رزل، انا انت مشيت ايكونومي درايف ايوه رزل. انا اول لا انت طول شحنة عمرك مشيت بتحب ايوه تمشي، بحب الموضوع ده فاهم؟ عشان خالتي. ما انا هعمل ايه طيب؟ بس تاني تفويله خلصتها في 12 ساعه. طب خلاص احنا اخر حاجه بقى نعملها دي حاجه سريعه كده، لعبه عشان بس لازم تجاوب. الميه بتخلص. ما خلاص اخر واحد بقى. ماشي دي بقى عايزه بقى لازم تجاوب عليها دي. سيبها، ما انا جاوبت على كل حاجه. دي هتجاوب عليها بسرعه. افضل 3 عربيات في 2024 من رايك؟ ما دي اسئله اسئله حط 1 2 3 شكاكه. ما هي شكاكه. عارف اللي هو حط اللي تفتكره. مش فاكر. ما انت اللي هتفتكره هيبقى افضل، فاهم يعني؟ هيجي في ده مش شرط يكون ينفع رأي. افتح اشوف العربيات اللي جربتها؟ ينفع مش فاكر طبعا ينفع. لان السن برضه يا ابني ما... ولا انا فاكر؟ انت لو سالتني اصلا السؤال ده مش عارف ارد. طيب اهو. بس طب أهو. انت بتزنقني ليه الزنقه دي؟ في عربيات كتير حلوه. طب بلاش عربيات. اه افضل 3 ايفنتات حضرتهم في 2024 عربيات، ايفنتات عربيات طبعا. ايفنت بتاع بي ام دبليو اللي كان في الهرم، ده بالنسبه لي احلى ايفنت عربيات اتعمل في مصر، اسطوري. ويكاد يكون في اللي حضرتهم بره مصر كمان. اسطوري طبعا. بتاع بتاع تامر اللي كان عامل فيه الفويس اوفر ده. لا مش عشان تامر، لا انا بقول له من بس ضمنه أنا يعني. انا فكره ان الناس اتحركت والعربيات وجابوا كل تاريخ الفايف سيريز تحفه جامد. كان ده كان واحد جسمه اشعر يعني. ده ايفنت كان حلو. ما انت عارف فورمولا 1 اكيد واحده. انت عايز تحسب الفورمولا اي 1؟ حاجه. طبعا احسن 3 ايفنتات حضرتهم. فورمولا 1 عظيم. ايا عظيم. كانت. بتاع ابو ظبي. بتاع ابو ظبي انا بحب ابو ظبي قوي. وانت عارف من الايفنتس الحلوه بتاعت فورمولا 1 مونزا. بس مونزا ده على قديمه. ليه؟ لان ده جمهور مفيش لاكجري في لا جمهور قاعد على النجيله. ايوه وجاي ماشي 3 كيلو عشان يجي يتفرج على السباق. فده انا بحب الايفنت ده قوي. من الايفنتس اللي تعرف انا رحت الحمد لله كرم ربنا، رحت اغلب الفورمولا 1 ما عدا سنغافور. نفسي اروحها. سنغافوره يبقى حلو برضه. هموت عليها. تحفه قوي. من اوائل السباقات اللي كانت بالليل كمان. لا وفي برضه ده جامد. المهم بس ماشي قول 2 فورمولا 1. طيب وافضل 3 اوبشنات شفتهم في عربيه عجبوك، يعني اوبشن جديد مثلا. يعني مثلا العربيه اللي معايا بره دي فيها حاجه غريبه، ان دايما انت عندك شنطه العربيه يا هتفتح بالريموت او من جوه العربيه او هتفتحها بايدك او برجلك. العربيه لو خدت بالك الجاك دي الجي سي دي فيها حاجه كده ان انت بتروح تقف جنب الشنطه بس، يعني لو فضلت واقف جنب الشنطه 5 ثواني تفتح. الرينج كده يا ابني انت. لا ما الرينج انا ما اعرفش الرينج، انا ما بعرفش اعمل انت والله حبيبي يا لا فايه مثلا اوبشنات عجبتك؟ الاوبشن عجبني في الجراند. انا بجرب الجراند دلوقتي، الجراند شيركي الجديده اللي هي الشروكي بس هي اسمها تشيركي. واحد طلع لي قال لي تعدل لسانك يا عم تامر. قلت له ما هي اسمها كده، ما هي شروكي. عايز حاجه يا ريس؟ صندوق هتكتر النطق ده ما لازم نقول اسم الشركه صح برضه، لان لما صح نسبيا يعني مش لازم نقوله بالملي بس يعني الشروكي زي ستروان وستروين. ما تقول صح وخلاص. حتى ستروان دي عارف بقى اسمها ايه؟ اقول لك انا، انت عارف. لا انت فرنساوي انا مش هقول عشان شعور الزملاء. انت طلبت لنا اكل فاكر الريتسا؟ جبتها لكم بالفرنساوي ولا لا؟ قال لك انا في الفرنساوي استاذ سميح. طلبنا. كنت ناسي انا اعمل ايه طيب؟ اتفضل يا وكيل. ما كنتش فاكر. ايه اللي انت طلبته ده يا ريس؟ قال له مش ده الكويزيون يا انا عشان كنت مدرسه فرنساوي فانا كنت فاكر ان انا هفتكر بعد كده نسيت. ادي في الاخر طلبت لنا زبادي خلاط. لا بس طب اخر حاجه اسالها لك عشان انا عارف ان انا زهقتك. لا خالص. توقعاتك ايه ل 2025 للسوق؟ يعني هقول لك زي 24 هيحصل ايه؟ نفس داخل ونفس خارج. شفت فيديو جامد قوي من كام يوم. ايه؟ واحد قاسم شاشه نصين ونام على كنبه كاتب 24 و25 راح نقل نفسه من هنا راح نام من الناحيه الثانيه. ايوه بالظبط. والله عندك اي توقعات؟ شايف ان ممكن حاجه تتغير في سوق العربيات؟ في عربيات كتير جايه جديده. بدأ فيها حركه شويه. بس متوقع ان الشركات هتبدا تدي عروض اكتر للناس. لينا احنا الناس على فكره. احنا الناس ايوه صح. فهيبداوا يدوا اوفرز اكتر عشان يبدا يديك باكج عشان تاخد الخطوه، لان احنا كلنا
او احنا نتكلم على نفسنا، هذه الطبقه الجميله يعني خطوه تغيير العربيه ما بقتش سهله. فيديك شويه حاجات عشان اتوقع ان 25 هتبقى بهذا الشكل. يا ريت يعني اتمنى ان شاء الله. قدم المشيئه. انت انا وشك سامح وعايز ابيع لك. انت راجل انت راجل بركه. مبروك. بس انا بجد عايز اشكرك واقول لك ان انا شرف ليا ان انت ده وانا تجيلي، شرف والله، ده اخويا وحبيبي. وبجد بعتز بمعرفتك جدا والله وأنا كمان العظيم. والله. وتامر فعلا مش انا اللي احتاج اتكلم على تامر يعني، لان انا شهادتي مجروحه، بس هو من اكتر، ان ما كانش من يعني ما كانش اكتر حد في المجال ده فعلا بيشتغل فيه من قلبه، ومن اقدم الناس. وزي ما قلنا كده في الحلقه ان انا يا هو ابني يعني ما عندوش اجندات على قد ما هو عايز يعمل شغل كويس وخلاص. فاحنا عايز مزيكا. بنحبك. معانا المونتير عامل معايا مشاكل. ادينا مزيكا حزيني دول كده. خليه يعمل مزيكا. ممكن مزيكا. حبيب قلبي. حبيب قلبي. انا دايما والله دايما بفضل اقول حاجه، انا بفرح ودايما عندي حاجه ممكن الناس ما تاخدش بالها، وان انا فارق معايا جدا ان احنا كلنا نبقى جامدين وكلنا بنكبر. احنا ابتدينا المشوار، ممكن اكون ابتديت بدري شويه، ساعدنا بعض كلنا، بس في الاخر لما بنكبر كلنا كبار، ولما بنكبر بعض وده اللي فارق معايا، لما احنا نكبر بعض قدام الناس في السوق المحلي والسوق العالمي. لما نقعد قدام النهارده، لما ابقى قاعد في الشركه عزماني يقول لي يا فلان، اقول له صاحبي وشاطر وجامد، غير لما تطلع تقول ماله يعني. هو فاهم. خلي بالك مش احسن حاجه. ماله يعني. لا يا راجل مش مستاهله. هو فاهم. بس لما هنكبر بعض ونقف مع بعض هنبقى جامدين، ولما هتكبرني هكبرك، ولما هنكبر احنا الاثنين هنبقى احنا الاثنين اقوياء، هيبقى لينا حساب. والنهارده هو ده اللي حصل الحمد لله. السوق بتاعنا محترم، عندنا ناس كتير محترمه بتتكلم عن العربيات، عندنا الناس كلها الحمد لله بقى ليها صوت ومسموعه وكبرت. كل واحد ليه طريقه، انت بتجرب عربيه بشكل وانا بجرب عربيه بشكل، فلان بيجرب عربيه بشكل، كل واحد من زاويه. بنكمل بعض بالظبط. كلنا بنكمل فربنا يا رب يديم المحبه يا رب. ودايما ويكا نجاح لنجاح. واعتذر ان احنا اخرنا هذه الحلقه للظروف ده احنا اللي اتاخرنا. الظروف اللي احنا كنا مسافرين سوا. احنا كنا عارف اللي هو متآمر محوشينك للحصاد. عن مجمل أعمالك. حصاد 2024 كان معاك تامر بشير واحمد الوكيل في حصاد 2024 في بودكاست على الاسفلت مع دوبيسل.